سلام سلام، إن شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. فيديو جديد ووصفة جديدة. الوصفة تاع نهار اليوم راح تكون وصفة لي مادلين، الوصفة الأصلية الإسبانية. مادلينس يجوا خفاف طريين بنان، يفوتوا على البلعوم ديريكت، ما يحصلولكش كيما نعرفوا دي فوا نشرو دي مادلين ولا دي فوا ناكلوا لي مادلين من عند لي باتيسري يجوا ناشفين مدكنين معجنين. هذا الوصفة دوها على ضمانتي، خفاف ريشة. تبعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. في ان ريسيبيون نقولوا بسم الله، راح ندو 3 تاع البيض، يكون بدرجة حرارة المطبخ، يكونوا متوسطين الحجم. راح نضيف 130 غرام تاع السكر. البنات هذه الوصفة راهي مضبوطة بالميزان، من الأحسن توزنوا باسكو توجور الوصفات الأصلية يكونوا بالميزان. هنا راح نضيف ملعقة صغيرة مملوءة تاع لافاني، تقدروا ديروا لافاني ليكيد باش هكا يجي منسم. من الأحسن تكون لافاني نوعية مليحة اللي تطلق الريحة في هذيك المادلين، تكون فيها تكون منسمة. المهم نخلطو مليح كما راكم تشوفوا هنايا، ما استعملت لا باتور لا بيتران لا ريان دو تو، غير بالفوي. بالفوي تخرجوا نتيجة مرضية. راح نضيف 80 غرام تاع الحليب. الحليب يكون بدرجة حرارة تاني المطبخ، ما يكونش بارد. ونخلطوا مليح مليح المكونات بالفوي. لازم تخلطوا شويه مليح باش هكذا تطلع معكم هذيك الرغوه. وحنا راح نضيفوا 150 غرام تاع الزيت، وزنوا ثاني الزيت. هادو كامل المقادير راهم موزونين بالميزان. الزيت نضيفوها على عدة دفعات. نحطوا شويه زيت ونخلطوا، نعاود نحطوا كميه ونخلطوا حتى نكملوا كامل المقدار اللي عندنا. البنات من فضلكم اذا وصلتي لهذه المرحله ديري جيم، ما تنسيش داك الجيم. الله يخليكم، باسكو المشاهده راني نشوف كاين مشاهده والجيم ما يديروش. علاش؟ ما فيها والو. لا درتي جيم باش هكذا تساعدي لي زابوني اللي معاك ولا الاصدقاء اللي معاك في القناه، باش تتاح لهم الفرصه وتطلع لهم الفيديو ويتفرجوا ويستافدوا كما كيفكم. هنا بعد ما كملت كامل المقدار تاع الزيت، نبقى نخلط مليح كما راكم تشوفوا. طلعت لنا شويه تاع الرغوه. راح نسموه بالليمون. درت حبه كبيره تاع مبشور الليمون، تقدروا ديروا فيهم تشينا تاني قشوره البرتقال. وراح نضيف 200 غرام تاع الفارينه. هنايا راح نغربلها ولا ننخلها ونضيف على دفعات. وكيس تاع خميره الحلويات، الكيس يوزن 10 غرامات. الفارينة لازم نخلوها باش هكذا ما يتشكلوناش لي غيمو، والخليط تاعنا يكون اليس. نقولك حبيبتي، لا دخلتي القناه لاول مره وزرتينا وشرفتينا، اشتركي في القناه، مرحبا بك، فعلي الجرس باش يوصلك كل جديد. هنا البنات زدت قرصه تاع الملح، وراح نخلط مليح. خلطوا بالفوي ونضيف الكميه تاع الفارينه تاعي المتبقيه. واللي جربت الوصفة وعجبتها تخلي لي رايها في التعليقات. هنا راح نضيف الفارينة اللي عندي ونخلط مليح، ونضيف الكمية المتبقية تاع الفارين. راح نعاود لكم بالخف المقادير: 3 حبات تاع البيض بدرجة حرارة الغرفة، 130 غرام تاع السكر، 80 غرام تاع الحليب، 150 غرام تاع الزيت، وملعقة صغيرة تاع لافاني، بشور الليمون، 200 غرام تاع الفارينة، و10 غرامات تاع خميرة الحلويات، وقرصة تاع الملح. ها هو الخليط تاعنا، هذا القوام. راح نغطو عليه وندخلوه في الثلاجة يرتاح لمدة على الأقل ساعة. بعد ما ارتاح لنا نخرجوه من الثلاجة، نخلطوه مليح، يكون عقاد معنا شوية وثقال وارتاح. الوصفة الأصلية تاع لي مادلين يخلوهم يرتاحوا في الثلاجة ساعة ساعتين، المهم على الأقل ساعة. راح نعمر المول تاعي ولا لي كيسات تاعي. هنا لي كيسات تاع المادلين تاعنا صغار، راني دايرتهم ماشي صغار بزاف مي متوسطين، ماشي ديك الحبه الكبيره، المهم حجم متوسط، ما صغيره دقه، ما كبيره بزاف. نعمر لي مول. شوفوا كيفاش نعمروا لي كيسات تاعنا، ما نعمروهمش كامل باش ما يفيضوش معنا وما تفيضش معنا الحبه. نخلو الكيسه تكون ناقصه 7.
نخلو ان كار باش هكذا يدي المساحه كي راح ينتفخ معنا لي مادلين. بعد ما عمرت كامل الكميه تاعي، الفور تاعي يكون مسخن، كل وحده تتعامل مع الفور تاعها، هو يطيب على درجه 180 درجه لمده 10 دقائق. وكل وحده كيفاش تتعامل مع الفور تاعها. انا سخنت الكوشه تاعي مليح من الفوق ومن التحت، من بعد طفيت عليها من الفوق ودخلته في الرف الوسطاني وخليته شاعل غير من تحت، غير شفته دا اللون الذهبي وتنفخوا معايا شويه هكذا، وراح تشعلت عليها من الفوق باش دير اللون الذهبي. كيما راكم تشوفوا درت لها السكر من الفوق كتزيين، تقدروا تخلوها كيما راهي. ولي مادلين تاعنا راهم جاهزين، خفاف ريشه، يفوتوا بالخف مع قهوه حليب، يجوا طريين فريمون والله العظيم. جربوا الوصفه تستحق التجربه. هنا شوفوا راني غلطت، درت زوج تاع لي كيسات، كاين لي وحدين درت فيهم حبه وكاين وحده فيهم زوج بلا ما نفيق. وشوفوا القوام نتاعه اسفنجي خفيف، ما يجيش هذاك المعجن، ما يجيش هذاك الثقيل، ما يجيش هذاك اللي ما فيه حتى بنه، منسم بلا فاني بالليمون. وصفه رائعه. اذا عجبتكم ديروا جيم وبارطاجوا مع الاصدقاء باش تعم الفائده. خليكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.